لاحظ دكتور النص الديني عندما أتى للمسلمين خاطبهم وفق ثقافتهم والبيئة اللي كانوا هم يعيشونها. النص الديني نص مطلق يختلف عن مثلا احنا كبشر عندما نبتكر بعض الافكار وبعض الحلول وبعض التنظيمات لتنظيم الحياه، هذه قابله للنقد وقابله للتغيير وهي ديناميكيه بالاساس. لذلك الدوله الدستوريه العلمانيه او الديمقراطيه في كل دول العالم هي الان متقدمه في كل المجالات. الشريعه الاسلاميه النص الديني له ما يقارب الست قراءات ومئات التفاسير، وكل مذهب كلامي يحتكر الشريعه في نفسه. أصبح المسلمون اليوم يعبدون الطائفة أكثر من دين الطائفة، ويعبدون الدين أكثر من رب الدين. وبالتالي هذه مشكلة. النص المطلق سيجعل الجميع يحتكر الحقيقة المطلقة. ولاحظ احنا قاعد نعيش في أزمة طائفية بحتة في كل مكان. الناس صايرين يستفزهم أي موضوع يتعلق بالدين. لا تقدم الدين كمشروع إيديولوجي يبقى الدين في أروع حالاته. اما انك تقدم الدين كمشروع ايديولوجي ويفرض على الناس يصير اخطر من النووي. يعني تشوف ان الدوله العلمانيه وهي الدوله الابقى والدوله العلمانيه احنا على مستوى الثقافه طائفيين وديكتاتوريين ومستبدين، هذه العقليه العربيه للاسف. لكن على مستوى الممارسه، على مستوى السلوك، احنا نظامنا ديمقراطي وليبراليين وعلمانيين في حياتنا، نستخدم كل ما انتجه الوعي الاوروبي والعلماني نستخدمه في كافه حياتنا. دام ان حريته ما وصلت الى التحريض، ما وصلت الى الايذاء الجسماني او النفسي، خليه يعبر. بالعكس هو اريح لي، هو لما يعبر عن فكره راح يريحني انا عشان اعريه للمجتمع. حتى لو داعش عندنا داعش لا، الايذاء الجسماني انا قلت لا يصل الايذاء الجسماني. انا اعطيك داعش يعني انا اعتبره انسان مدلس وكذاب من يعتقد من يقول ان داعش والله ما تمثل الاسلام، لانهم اساسا عاجزين على انهم يثبتون ان داعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يملكون من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا بس خلوا اوصل. عاجزين عن ان يثبتون ان داعش لا تمثل الاسلام. كل ما طلعت جريمه غير اخلاقيه ولا انسانيه، هؤلاء لا يمثلون الدين، هؤلاء خوارج، الفهم الخاطئ للدين. زين قدم نموذجك. لا يوجد نموذج ديني اسلامي في العالم افاد البشريه ولا حتى يوجد. الحضاره الاسلاميه حضاره دار الاسلام التي يتقن فيها التيار الاسلامي في الاندلس هي تطورت وازدهرت بسبب الانفتاح الثقافي على الدول، على كتب الاغريق وترجمتها وبلشت في عهد خالد بن يزيد واستمرت 300 عام، وليس من النص القراني وليس من السنه. لاحظ الفتره الخلفاء الراشده، فتره الخلفاء الراشدين، حتى اكد لنا الدوله الدستوريه ما لها اساس شرعي. عمليه تداول السلطه بين الخلفاء الاربعه الراشدين كانت غير واضحه. يعني في حادثه السقيفه صار ابو بكر، وبعدها ياتي عمر التعيين من 6 اختاره ابو بكر. ايش يدل عليه؟ بعدها عثمان. ايش يدل عليه؟ دليل على انه ما في نظام لعمليه تداول السلطه. هذا يدل على ان النظام الاسلامي نظام مرن. نظام الاسلامي نظام مرن. هذه مصيبه مو مرن، هذه مصيبه. لا مرن. موضوع تداول السلطه يكون تقول لي مرن فيه. مره انا تخيل انا اليوم ديمقراطي، باكر اصير ديكتاتوري، باكر اقول انا بصير. طبعا في التاريخ يسمونه فتوحات، هو بالاصل في علم السياسه نسميه استعمار. تعتبر الفتوحات الاسلاميه مصطلح في علم السياسه، لما تتكلم عن في علم السياسه هو استعمار، ما يسمى التاريخ الاسلامي يسميه فتوحات. اما هو في علم السياسه استعمار. يسمى ابن رشد منو حرق كتبه؟ ابن الهيثم منو نفاه؟ ابن سينا، ابن الخوارزمي منو كفرهم؟ اسرائيل ولا امريكا؟ هو ما كانوا موجودين. ربعنا. خلينا نكون صريحين. شوف كل الامم تتقدم اذا قامت بنقد تاريخها. احنا بس نمجد في التاريخ. لا يمكن حاضرنا تعيش لان احنا مزدوجين، نعيش في ازدواجيه قاتله. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. شرب بول الإبل. الحديث بيقول إيه؟ إن النبي أمر الناس اللي كانوا يشتغلوا في المدينة إن هم يلحقوا بالراعي الإبل بتاع الصدقة. ليه؟ يشربوا من أبوالها وألبانها. إحنا بنفتخر بروايتنا ما بنقولش ضعيفة، لا صحيحة، يشربوا منها. شوف الرواية بتقول إيه؟ فلحقوا براعيه. لحقوا براعيه، شوف اللي جاي. فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت أبدانهم. كانوا خلصانين ومرضى عنده أفكار مش بيشوف من الضعف والهذلان، قالوا لهم يشربوا من الأبوال والألبان. شربوا، الرواية بتقول إيه؟ حتى صلحت يعني أبدانهم. شوفوا تمام،
شوفوا باذن الله تماما ماتوا ازاي. شوفوا تماما الروايه كده، رواها انس بن مالك، الراوي انس بن مالك، المصدر صحيح البخاري، رقم الحديث 5686 5686 حتى صلحت اجلهم اهو. يعني شوفوا بقوا تمام. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery returning to the... اشربوا منها، احنا بنفتخر بروايتنا ما بنقولش ضعيفه، لا صحيحه. اسمع يا سيدي، طبعا في الكثير من الابحاث العلميه المنشوره على الشبكه العنكبوتيه في فضل ابوال والبان الابل، لو قعدت احصيها لك الحين ولا الحلقه اللي جايه ولا اللي الصبح، يبقى الذنب مش هينتهي. اشربوا منها، احنا بنفتخر بروايتنا ما بنقولش ضعيفه، لا صحيحه. اشربوا منها، احنا بنفتخر بروايتنا ما بنقولش ضعيفه، لا صحيحه. ونقلت وسائل اعلام سعوديه عن رئيسة وحده الخلايا والانسجه في مركز الملك فهد للبحوث الطبيه الدكتوره فاتن خورشيد، قولها ان التقارير العلميه اظهرت ان ابوال الابل نظيفه ومعقمه وخاليه من السموم، ويمكن حفظها في درجه حراره الغرفه لمده اسبوعين بدون ان تفسد. وقال ان لهذا البحث سجل للحصول على براءه الاختراع في مكاتب البراءات الخليجيه والامريكيه والصينيه والاوروبيه.